واحده صاحبتي كلمتني من كام يوم وقالت لي انها لقت صور مش كويسه على تليفون ابنها ومش عارفه تعمل ايه، تقول لابنها وتواجهه ولا تعمل نفسها ما شافتش حاجه. قولي لي بقى لو انت في موقف صاحبتي تعملي ايه؟ طيب لو مش عارفه كملي معايا الفيديو للاخر وانا هقول لك تعملي ايه بالظبط. برنامج الرقابه الابويه ما كنتش اعرفه بس طلع ايه حلو جدا. ده بقى برنامج بيخليكي تتحكمي في تليفون ابنك او بنتك وبتحددي الحاجات اللي بيتفرجوا عليها وبيحملوها وتكون مناسبه لعمرهم. الحلو في البرنامج ده انه بيعرفك ان ابنك استخدم الموبايل كام ساعه في اليوم، ومن البرنامج ده كمان بتقدري تحددي يلعب ايه ويتفرج على ايه في الساعه دي، وبتحددي كمان الوقت اللي يفتح فيه ويقفل فيه. قبل الوقت اللي انت بتحدديه او بعديه الموبايل بيبقى عباره عن شاشه سوداء لا يقدر يفتحه ولا يقدر يعمل فيه حاجه. البرنامج بقى بيعرفك الحاجات اللي يتفرج عليها والالعاب اللي لعبها في الوقت اللي انت محدداه. اما بقى يعوز ينزل لعبه من وراكي مش هيعرف، لان لازم تجيلك رساله على الموبايل وانت اللي توافقي او انت اللي ترفضي. لو انت بقى تليفونك مش جنبك وانت موافقه على اللعبه اللي عايز ينزلها ممكن تنزليها من تليفونه بس بباسورد محدش هيبقى عارفه الا انت. هو ده بقى الحل اللي انا قلته لصاحبتي، الرقابه الابويه هينفعك جدا. جربوه بقى مع اولادكم وقولوا لي رايكم في الكومنتات.